السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، وانتم كتابعوا معايا هذا الفيديو هذا في قناة شيوة الدريسية، قناتي وقناتكم. نتمنى يا ربي تنال الاعجاب ديالكم. اليوم اخوتي غادي نشارك معاكم طريقتي في تصبير الفلفله الحلوه اللي كتصبر اكثر من عام. هاد الصلصه هذه فايتو حضرتها ونجحت معايا، ما كتخسر ما كتفسد ما والو. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم طريقتي. هاد الطرصه ديال الفلفله الحمراء كنستعملوها في بزاف ديال الاطباق، وهي كبديل ديال التحميره. هاد الصلصه هذه كتنفعنا في بزاف ديال الاطباق، بحال هذا العدس، اللوبيا، جميع الاطباق ديال الحوت. كذلك تنديروها في التكتوكه، كنديروها في الزعلوكه. نتمنى خوتي تتبعوا معايا هذا الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش ديروا ليا جيم، الله يرحم لكم الوالدين. شريت 5 كيلو ديال الفلفله دابا راه وقتها وراها رخيصه. صافي غسلتها وكنقطعها هكذا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. قطعتها رقاق، مره كنقطعها رقيقه، مره صافي من بعد ما خليتها مع الكميه كثيره عندي خليتها هكذا كنقسمها غير على جوج. اللي مهم هو انه كنحيد لهذيك الزريعه وديك العريقات اللي تيكونوا فيها بويض، هذوك العروق ديال الفلفله، وصافي غادي نردهم اخوتي يطيبوا. حيت واخا كنديروها هكذا طويله راه ملي غادي طيب راه غادي تنزل. انا غير باش نكسب الوقت صافي خليتها هكذا على جوج، كنفرقها على جوج، نحيد لها الزريعه ونحيد هذوك العريقات ونخليها. كما كتشوفوا اخوتي معايا هنايا درت الفلفله في الكوكوط، قطعتها هكذا رقيقه وقطعتها هكذا عاديه، حيت ملي غادي طيب راه ضروري غادي تنزل. وغادي نزيد معاها واحد 2 كيسان ديال الماء، وغادي نردها طيب واحد 20 دقيقه حتى تشرب ديك المياه ديالها، وندوزي ان شاء الله باش غادي نطنوها. والفلفله ها هي راها طابت كما كتشوفوا، ونخليها واحد شويه تشرب ديك المياه وغادي نطحنها. وانا خوتي ديما كنفضل انه نطحن اي حاجه في هاد الطحانه اليدويه احسن من هذاك المولينكس ولا بغا ميكسور، هذه كتخلي اي حاجه في اللون ديالها. نكمل اخوتي نطحن هاد الفلفله الحمراء هذه ونرجع باش نكمل معكم باقي التحضيرات ديال الفلفله المصبره. شوفوا اللون ديال الفلفله من بعد ما طحنتها كيف جاي اللون واعر. هاد الصلصه ديال الفلفله كما قلت لكم كتعوض لينا التحميره، كنستعملها في عده اطباق اللي كنستعملوا فيها التحميره. وهاد القشور ديال الفلفله انا كنجمعهم كنشمشهم وكنحتفظ بهم حتى كنجمع كميه كثيره ونطحنها على شكل بودره. صافي خوتي هنايا غادي نرجع هاد الصلصه ديالتي تتشحر وتتعلك، ونكملوا باقي التحضيرات. كنردوا الفلفله على نار مهيله مع التحريك المستمر، ما نغفلوش عليها، حيت الا غفلنا عليها غادي تحرق لينا وغادي تعطي لنا واحد النكهه خايبه ديال الحريق. لهذا بقاو ديما تحركوها حتى تجمع لكم وتتعلك. انا خوتي هنايا رديتها في واحد الكوكوط غارقه، حيت ولات كتشتت ليا بزاف وردت الدنيا حالتها حاله. صافي هنايا خوتي نتوما كما كتشوفوا الفلفله ها هي تجمعات، يعني شربات ديك لاصوص ديالها، ما بقاتش فيها ديك الميها. هنايا زدت ليها واحد 3 معالق ديال الزيت وشويه ديال الملحه، وهنا راني مازال نحرك فيها حتى تجمع ليا ان شاء الله.
هانتوما شوفوا اخوتي على اللون ديال الفلفله. غير الكاميرا هنايا ما كتبين ليش داكشي واضح، اما اللون غزال، اللون احمر مغلوق. صافي اخوتي، الفلفله ديالتي طفيت عليها، هانتوما كما كتشوفوا راها تلكات، يعني تجمعات ما بقاتش فيها الماء. ودابا ان شاء الله غادي نديرها في القراعي اللي تيكونوا ديجا معقمين. وانتم اخوتي الا بغيتو تزيدو تخليوها تتعلق خليوها. القراعي كيكونوا مغسولين ومعقمين بالماء سخون، كيطيبوا في الماء سخون. وراه فايتو حطيت لكم الطريقه ديالتي في تعقيم القراعي، نتمنى تدخلوا ان شاء الله تشاهدوه. ودابا غادي نعمر الفلفله ديالي. القريعات ديالي كنعمرهم وغادي نسدوهم مزيان بالغلاقه، وغادي نحطهم هكذا مكفيين على فمهم ونخليهم حتى الغد ليه ونغطيوهم مزيان. علاش قلت لكم نغطيوه مزيان؟ لانه ديك السخونيه هي اللي كتسمت لينا الغلاقه على القرعه مزيان وكتدوم لكم اطول مده. خوتي الا ما لقيتوش الغلايق نقيين، ديروا البلاستيك ما بين القرعه وما بين الغلاقه. انا خوتي غادي نشارك معكم واحد التدبيره، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتطبقوها. انا هنايا هاد الزعتر هذا مشيت صافرت وخليته خضار منعنع، صافرت واحد 4 ايام ورجعت لقيته يبس كرم مع هاد الحراره اللي كانت. ولكن اخوتي هاد التدبيره اللي غادي ديرو وغادي نعاود نديرها انا مره اخرى ان شاء الله الا كان عندي الغرس. غادي نجيب واحد القريعه كبيره وغادي ندير فيها واحد التقيبات غير صغيورين ونغرسها في المحيبقات، بهكذا نحافظوا على الغرس ديالنا ما يموتش لينا، يعني يبقى هكذا خضر منعنع. وهنايا راني كنت كنصايب الفلفله في نفس الوقت كنحيد دوك الزعتر وغادي نديرهم ان شاء الله في القريعات نستعملهم مع القهوه مع اتاي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصلصه ديال الفلفله الحلوه اللي صايبت معكم اخوتي. هانتوما شوفوا القراعي، اللون ما شاء الله. هاد الفلفله هذه كما قلت لكم غدوز لكم مده طويله، غتهناو من شي حاجه اللي سميتها تحميره. هاد الفلفله هذه كتزيد واحد اللذه لجميع الاطباق ديالكم وكتعطيوها واحد اللون زوين. كتستعملوها في اللوبيه، في العدس، في التكتوكه، في الزعلوكه، في لي بات، في داش يقولوا له البيتزا. وهانتوما اخوتي منين تحلوا القرعه ديروها في واحد الباطه وزيدوا عليها الزيت وخليوها غير في الثلاجه لتحت، هكذا غدوم لكم مده طويله. وهاد القرعه اخوتي كتحطوهم في واحد المكان مظلم ما فيهش الاضاءه. ملي كتجبدوا القرعه كتستعملوها صافي كتزيدوا عليها الزيت وكتحطوها في الثلاجه عادي وكتستعملوا حتى كتساليو. وهنايا اخوتي خويت لكم واحد شويه في هاد الطبسيل غير باش تشوفوا اللون كيف داير والقوام ديالو كيف جاي معلك. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وصلنا لنهايه الفيديو، كنقول لكم خليتكم في امان الله والى اللقاء.